ابو جنة. انا ما اعرف ليش كل المقاطع جاي يصير ابو، يعني المقطع اللي راح كان ابو نمر، وهذا المقطع هو ابو جنة. والمقطع الجاي باذن الله راح يكون ابو. نرجع لموضوعنا، موضوع ابو جنة. ايلون ماسك العراق صاحب اقوى سمكه بالموصل واقوى مطعم سمك بالموصل. خليني اعرض لك مقطع يوضح لك من هو ابو جنة وشنو هي الحركات اللي يسويها غالبا او دائما. الذي خلقني وهذا بيض وطماطة وهاي مخلمة، وهسه يطق البيض او يشوف الصاص ونذوق الطعم بوي فد شي وحك. انا ما اعرف السمك مالته طيب او لا، بس اللي اعرفه ان الناس تروح حبا بابو جنة وحبا بالتجربه وحبا بهاي الشخصيه، ومن الممكن انه هي تروح له فقط لان هو صار عنده صيت، انه هو صاحب اكبر مطعم سمك بالموصل. راح تتساءل ايش معنى جاي يسوي هاي الحركات الغريبه وما الغايه من هاي الحركات؟ صديقي وحبيبي، اكو شغله موجوده منذ الازل بالتيك توك، اذا حبيت ان المقطع مالتك يصعد ويوصل للملايين لازم تسوي شغله غريبه، ولازم ما تكون انت. اذا كنت انت راح تكون الضريبه انه تفقد الملايين او تفقد الاكسبلور. لها يعني شنو بدي تسوي؟ انا اقول لك شو تسوي؟ فك مشروحك. طبيعي جدا اذا حبيت انه توصل للملايين وما تفقد الاكسبلور لازم تضحك الناس اليك او عليك. ما اظن اكو اي انسان عراقي راح تجي لحظه اثناء ما ينام او اثناء ما يقعد الصبح انه من اين لك هذا ابو جنة. وكل احنا نعرف الخبر اللي انطرح يوم 1/6 انه القبض عليه او سحبه للتحقيق بموضوع الفلوس مالته، ومن اين لك هذا. حقيقة أنا عندي قناعة أن الفلوس نفسها تقدر تجيب لك فلوس، ولكن أنه الموضوع طبيعي بس يريدون يتحققون من يم، وأنا متأكد 100% ما راح يصير عليه أي شيء. ولكن إذا نريد نسولف بالمصداقية فهذا هو اتجاه آخر تماما من مسألة حياة أبو جنة السماك الأعظم أو زعيم السمك. اكو حساب بالتيك توك اسمه ريد انفستيجيشن. يقول صاحبنا انه اكو رابح من كركوك اسمه علي جدوع زيدان، واسم والدة رائد عفيفة جدوع زيدان، مما يعني انه هؤلاء اخوان، بالتالي الرابح الاول من كركوك هو خال. إذا تصفن شوية بالموضوع راح تلاحظ انه هؤلاء اخوان اللي هو ابو رائد الحلاق والأخت عفيفة، مما يعني انه هو ربح خالته، ولكن هذا الموضوع هو موضوع نسبي وانا ما اعرف بيه صراحة، بس هذا الكلام اللي هو نقله مو اني. ويعني هم بصورة ثانية انه هو ربح خاله حبا بالعراق. جايين من مصر للعراق حتى تشتغلون عماله. أيه. صح؟ حبا في العراق. حبا في العراق. موضوع ابو جنة او لعبة ابو جنة هي لعبة تشبه لعبة اليانصيب الامريكي. اشتري منتجاتي، اجمع احرف اسم الستة بالتشبيس او بالشامية وغيرها، اجمع ارقام العشرة بالفوريو، تعال روج لي على المنتج مالتي وراح اعطيك 500 او اعطيك راتب شهري ثابت، او تعال صور لي وصل المقطع مالتك 2,000,000 وراح تاخذ من عندي سيارة او تاخذ من عندي هدايا. بعيدا عن الجانب المشكك به من صاحبنا الريد انفستيجيشن، نبوا على الجانب الايجابي ايضا انه هو ساعد هواي ناس. ما ننسى هم التبرع ب60 مليون لشفاء رؤى، عادة الفقراء والمحتاجين، تبرع ب500,000,000 لبناء مدرسة في الديوانية واللي هي تعتبر عبارة عن صحراء نينوى، وغيرها 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 من الكثير من الأعمال، لأنه هو رجال ومشهودت له صراحة أنه هو يمينه أكرم من شماله. النقطة اللي مختلف بيها من أين لك هذا، يعني شلون تقدر تطب هاي الطبة القوية؟ فالفكرة اللي ببالي أنه هو باع الكلى مال عبوري، انتوا بس تحسبوا لي، او يمكن باع غير اشياء بعد انا ما اعرفها. هي سنسد في مال لا